التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي والوفد المرافق له بحضور المهندس فضيل النهار المناصير العبادي والسفير عبد الله عطية العجارمة الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان، وحضور عضو مجلس محافظة الزرقاء أمان السلفيتي يرافقهم سميح السواعير. ورحب الشواربة برئيس بلدية سلفيت والوفد المرافق له في الأردن بين أهلهم، وأكد دعم أمانة عمان الكبرى لبلديات فلسطين، وذلك انطلاقا من مواقف الأردن المبدئية والثابتة اتجاه الأشقاء في فلسطين والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظ الله ورعاه. بدوره قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي: نثمن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك سعداء بزيارة أمانة عمان الكبرى ولقاء أمينها الدكتور يوسف الشواربة انطلاقا من عمق العلاقة بين الأردن وفلسطين والشعبين في كلا البلدين. وأشكر السفير عبد الله العجارمة وأمان السلفيتي على تنظيم هذه الزيارة للأردن لإجراء العديد من اللقاءات في عمان والزرقاء. يعني جاءت هذه الزيارة هي زيارة محبة وتأكيد على العلاقة الوطيدة، العلاقة الأخوية بين المؤسستين، بين البلديات الفلسطينية، وهنا أتحدث كرئيس اتحاد للهيئات المحلية الفلسطينية وكرئيس لبلدية سلفيت، للتأكيد على عمق هذه العلاقة، للتأكيد على عمق العلاقة أيضا بين الشعبين الفلسطيني والأردني كشعب واحد. نثمن يعني ما تقوم به القيادة الأردنية من جلالة الملك إلى الحكومة إلى المؤسسات الأردنية، وما تقدمه من دعم سياسي أولا وفي مختلف المجالات للشعب الفلسطيني. جاءت هذه الزيارة لتؤكد على عمق هذه العلاقة ولنوصل رسالة محبة من الشعب الفلسطيني لمعالي أمين عمان وللشعب الأردني. أشكر زملائي سعادة السفير الأخت أماني السلفيتي على ترتيب هذه الزيارة بكافة تفاصيلها. السفير عبد الله عطية العجارمة الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان شكر أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على استقبال وفد بلدية سلفيت من فلسطين ودعمه لبلديات فلسطين انطلاقا من توجيهات قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي تقف مع حق الشعب الفلسطيني. وشكر العجارمة عضو مجلس محافظة الزرقاء أمان السلفيتي والمهندس فضيل النهار المناصير على جهودهم في إنجاح هذه الزيارة. فخورين جدا ان التقينا مع معالي امين عمان يوسف الشواربة مع الوفد اليوم زار المملكة الأردنية الهاشمية من دولة فلسطين الحبيبة، وفد بلدية سلفيت ممثلا برئيس الاتحاد العام عبد الكريم الزبيدي وأعضاء الوفد. ونشكر أختنا أماني السلفيتي عضو المركزية ببلدية الزرقاء اللي كان لها الدور الكبير، مجلس المحافظة كان لها دور كبير بتجهيز هذا اللقاء وحضور الضيوف على الأردن. أيضا نشكر معالي أمين عمان يوسف الشواربة اللي عكس رؤية وتطلعات ورسالة المحبة اللي دائما ينادي فيها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لدعم أخواننا بدولة فلسطين. وأكد معالي أمين عمان الكبرى أنه راح يكون الدعم مفتوح لأبناء دولة فلسطين بجميع المحافظات وجميع البلديات. دائما أمانة عمان الكبرى كانت فعلا أنها تدعم أخواننا وأبناء دولة فلسطين. أيضا اليوم أكد معالي الأمين أنه راح يكون الدعم حسب طلباتهم وحسب تنسيق معاهم، وراح يكون في زيارة لأمانة عمان الكبرى لبلدية سلفية إن شاء الله رب العالمين. فشاكر لك. أيضا نشكر أخواننا المهندس فضيل النهار، نشكر الأخ سميح السواعير، ونشكر نجود عبد الجواد اللي ساهمت كمان مديرة العلاقات الدولية بترتيب هذا اللقاء الطيب اليوم، ونرحب بهم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية أخواننا من دولة فلسطين الحبيبة. المهندس فضيل النهار المناصير العبادي قال: سعداء بلقاء أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة بحضور الأشقاء من فلسطين من خلال وفد بلدية سلفيت، ونشكر الأمانة على دعمها للبلديات في فلسطين، ونحن خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة ومواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية واتجاه أهلنا في الضفة الغربية. بنرحب بأهلنا أبناء فلسطين ممثلين بوفد بلدية سلفيت وجمعية ورابطة أهالي سلفيت في الأردن، اللي كان لنا الشرف اليوم أنه نلتقي معالي أمين عمان بهذه النخبة الطيبة من أبناء فلسطين. وسعدنا بلقاء معالي الأمين، وكان اللقاء طيب متواضع،
عفوي، ووضع معالي أمين عمان كل الإمكانات وكل التسهيلات وكل الخبرات تحت تصرف بلدية سلفيت. فكنا سعداء انه احنا نحضر هذا اللقاء، وإلنا الفخر انه احنا اصلا ابناء امانة عمان، هذه المؤسسة الرائدة وهذه المؤسسة الرائعة اللي احنا نفتخر ونعتز ان كنا من ابنائها ومن افراد طواقمها. لا يفوتني ان اشكر سعادة السفير اخوي عبد الله عطية العجارمة على الجهود وعلى الأعمال القيمة اللي يبذلها على مستوى الأردن وعلى مستوى فلسطين. ولا يفوتني أن أشكر أختي العزيزة أمان السلفيتي عضو لامركزية محافظة الزرقاء على العمل المستمر والدؤوب وعلى النشاط اللي دائما تقوم فيه وعلى التنسيق وعلى التواصل بهذا الجانب. احنا هذا الوفد نرى في فلسطين، نرى في القدس، نرى في المسجد الأقصى، واحنا خلف قيادتنا الهاشمية المظفرة في كل المواقف الطيبة والمواقف الراسخة والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية المركزية واتجاه أهلنا في الضفة الغربية. بكرر ترحيبي بالوفد، وأهلا وسهلا بكم بوطنكم وبين أهلكم الأردن. عضو مجلس محافظة الزرقاء أمان السلفيت قالت: نحن سعداء بهذا اللقاء بين أمانة عمان الكبرى وبلدية السلفيت، والذي يهدف إلى تعميق التواصل والشراكة بين الأردن وفلسطين في مجال البلديات والإدارة المحلية، والاستفادة من خبرات أمانة عمان الكبرى لخدمة أهلنا في فلسطين. أول شيء أنا كثير سعيدة بهذا اللقاء، وحابة أشكر سعادة عبد الله العجارمة على تنسيقه لهذا اللقاء القيم اللي بين الدولتين، بلدية سلفيت وأمانة عمان. فأنا شاكرة جدا وسعيدة جدا بهذا اللقاء، ويعطيكم ألف عافية. وقدم رئيس بلدية سلفيت في فلسطين مجسم قبة الصخرة إهداء إلى أمانة عمان الكبرى، وكذلك قدم أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة كتاب يحكي قصة الإنجاز في عمان الذي تقوده الأمانة لخدمة مدينة عمان وأهلها وزوارها.